بتذاكر كتير بس درجاتك ضعيفة، مع ان في طلاب بيذاكروا اقل مني بس بيجيبوا درجات اعلى مني. بص هو حلك في الفيديو ده من غير مقدمات طويلة وكلام جعلان، هم 4 غلطات في واحدة منهم بتعملها. الغلطة الأولى هي المذاكرة الوهمية. يعني مذاكرة وهمية؟ أنت دلوقتي راجل راح تذاكر، تمام، دخلت غرفتك وقفلت على نفسك ومعاك التليفون، فاتح او قافل التليفون، انت بتشتت نفسك ازاي؟ يا عم ده انا قافل التليفون وحاطه جنبي، قافل التليفون حاطه جنبي، بس لو حد بعت لك رساله، إيه؟ مين اللي بعت رساله؟ هو في حد نزل بوست؟ ده ابن خالي نزل بوست؟ لا ده ابن جوز اختي، ده ابن كذا ابن كذا نزل بوست على الفيسبوك. طب انت مالك ده كله؟ يا عم لما تدخل تذاكر خد تليفونك اديه لابوك او امك او حط على الشاحن طلعه بره غرفتك خالص. اقل حاجه هتشتتك في المذاكره مذاكره اليوم كلها راحت. ايه يا عم؟ تاني حاجه والغلطه التانيه عندنا هي القراءة فقط. كل الطلاب عارفين القراءة فقط. اقول لك مثالين، واحد اسمه احمد وواحد اسمه محمد. المهم احمد طالب دحيح حافظ المنهج من الالف للياء بس ما حلش ولا سؤال عن المنهج. المعلم التاني محمد قال لك انا هذاكر الشرح بنسبة 25% بس هحل قدر كبير من الاسئلة بنسبة تتخطى 75%. فالمهم الامتحان جه، هل الوزارة من وجهة نظرك هتقول لك اشرح المنهج؟ ده تديك اسئلة وانت تحلها، تمام؟ تمام. فالمهم احمد ما توقعش السيناريو، فالمهم لجأ ايه اسئله. طب انا ما حلتش على الاسئله مع ان هو معاه كل القوانين بس مش عارف يطبق عليها. على عكس مع محمد بقى، محمد قال لك ايه؟ انا داخل متوتر وخايف من الامتحان انا مش بذاكر الشرح كويس، بس دخل لا الاسئله نفس افكار الاسئله اللي كانت حلالها، فخلص نفسه. من اللي نجح؟ محمد نجح واحمد زي ما هو، وهيفضل تفكيره كده. الخطوه الثالثه عندنا هي التراكم، وما ادراك ما التراكم المذاكره. يا عم انا اذاكر بالليل، لا انا اذاكر بالليل ليه؟ طب ما انا اذاكر الصبح هكون صاحي فايق، الصبح هيجيب لي بعد وبعد هيجيب لي بعد. عارف زي ايه؟ في رمضان قبل الفطار مش فايق، بعد الفطار مش قادر. انت بتعمل كده، انت بتضيع في وقتك، تمام؟ فكل الفكره بلاش تراكم. التراكم عارف ان التراكم اللي انت بتعمله ده بينتج عنك 3 حاجات بيودوك في داهيه خالص. التشتت، تيجي تذاكر في الامتحان متشتت ما عندكش ثقه، والتوتر متوتر خايف، ده هم في طلاب، ده الوزاره نزلت اسئله جديده، طب انا اذاكر الفصل المتراكم عليه ولا اذاكر الاسئله الجديده؟ فخلص نفسك بسرعه كده عشان ربنا يسهلك الحال. واخر حاجه واهمهم ممكن تلاقيها عند معظم الطلاب هي الايمان بالله والصلاه. انت مؤمن؟ انت مؤمن وكلنا مؤمنين، بس انت ما بتصليش ليه؟ اديك مثال. بص انت عندك سيناريوين. السيناريو الاول واحد بيذاكر ودحيح وحافظ المنهج كله بس ما بيصليش ولا فعل. طب انت ربنا يجزيك عليه، انت ما بتصليش ربنا يجزيك عليه. انت ذاكر ومطلع اسلاك وربنا هيديك على قد عملك بس انت ما بتصليش. تاني واحد امام مسجد وبيصلي وبص مقطع الصبح وده بس في الاخر ما بيذاكرش. طب انت امام مسجد عندك وبتصلي وكل حاجه بس انت ما عندكش حاجه اصلا ربنا يديك عليها، انت ما عملتش حاجه. واحد تالت بقى بص بقسم يومه الى 5 صلوات، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. اصلي الفجر اذاكر كذا، اصلي الظهر اذاكر كذا، العصر وكذا، تمام؟ دي بقى الفنان، دي اللي بيقولوا عليه اللي مقطع السمكه ودي لا على حق. دي بقى تحس ان يومه متقسم ووقته فيه بركه، يعني الظهر عصر كذا. باستثناء بقى التاني اللي بيذاكر كله بص يومه متمشي طوالي كده مستمر، اللي بيذاكر المنهج مره واحده كده من غير صلاه، تحس ان الساعات بتجري فيش وقت. فبص الخلاصه من الفيديو يعني بلاش تليفون جنبك وانت بتذاكر، وبلاش بلاش بلاش تراكم مذاكره، وبلاش ان انت تعتمد على الشرح فقط، وخلي مذاكرتك بجانب صلاتك. يلا وكل سنه وانتم طيبين، وعيد اضحى مبارك عليكم وعلى كل اصحابكم.